تخيلوا معايا واحد الشاب أسطورالي ملحد كان باغي يدخل الإسلام، غير هو كان باغي شي إشارة إلهية اللي تبين له بأن الإسلام هو الدين الحق. فقال يا ربي اعطيني شي إشارة من عندك ولو بسيطة، بحال شي رعد يضرب في السماء ولا شي حاجة، غير باش نتأكد من هاد الدين. في ديك اللحظة ما صرا والو، داك الشاب حس بالإحباط، فمشى حل المصحف الكريم وتخيلوا معايا الآية الأولى اللي شاف خلاتو يسلم مباشرة. هاد الآية من سورة الروم وغادي نذكروها في هاد الفيديو، والإسطوار ديال اليوم فيها واحد العبرة زوينة بزاف. التالي روبن هو واحد الشاب أسطورالي، فاش كان في السنة الأولى ديالو في الجامعة واجه بزاف ديال الصعوبات والمشاكل في الحياة. مثلا والديه انفصلوا في ذاك العام، صراو له جوج ديال لي زاكسيدون في سيمانة وحدة، وواحد صاحبه عزيز عليه توفى. فامام هذا الوضع روبن بدا كيصور راسو بعض الاسئله الوجوديه: علاش انا تزاديت؟ شنو هو الهدف من الحياه؟ وعلاش راني عايش اصلا؟ المهم بدا كيصور راسو، بدا بحال كيشكك في الهدف من الحياه. هاد الاسئله الوجوديه دفعوه انه يبدا يبحث في الديانات، وبصرت والديه كانوا مسيحيين، فاول ديانه بدا كيبحث فيها هي المسيحيه. كيقول كنت كنمشي لبعض المخيمات ديال الكنيسه باش نحاول نفهم هاد الديانه ونسول دوك الاسئله اللي كانت عندي واللي كانت مديرونجياني في الدماغ. فالحاجه اللي لاحظ هي فاش كان كيسول دوك الاسئله ديالو، دوك الناس كانوا كيجاوبوا اعتمادا على اراء شخصيه، ما كانش كيشوفهم يحلوا الانجيل ويعطوه دلائل من تما. هذا الشيء خلاه شويه يتلف ويرتبك، لان كل واحد كان يلغى بالغاه وكل واحد كان عنده تاويل مختلف فيما يخص الانجيل. فمن بعد ما شاف بان المسيحيه هي واحد الديانه اللي ما مسلكاش واللي ما جاوباتش على الاسئله ديالو، بدا كيبحث في ديانات اخرى بحال الهندوسيه واليهوديه اللي حتى هما ما شافش فيهم شي طريق. حتى واحد المره تلاقى مع واحد صاحبه مسيحي، قال له ها كيفاش دبرت في بزاف ديال الديانات ولكن حتى وحده ما لقيت فيها الراحه ديالي، وحتى وحده ما فريمون نعادني بداك الشيء اللي فيها. قال له داك صاحبه واش دبرت حتى في الاسلام؟ جاوبو روبن بواحد الابتسامه عنصريه، قال له الاسلام هذوك راهم ارهابيين اصاحبي، ما يمكنش ندبر في الديانه ديالهم، هذوك المسلمين راهم مجانين. ولكن من بعد واحد الفتره بدا كيكتشف الدين الاسلامي وقال علاش لا نشوفوا هذا الدين واش يخرجنا ولا لا. فكيقول لك واحد المره مشى للمسجد، اول مره ديالو غادي يدخل المسجد ومسكين ما كان فاهم والو، فدخل بصباطو المسجد وشاف واحد الشيخ ولا الامام جاي عنده. هذا السيد كان عنده واحد اللحيه كبيره ولابس واحد العبايه، فروبن قال في راسو هذه هي الاخره ديالي، اليوم نموت. علاش؟ لان الفكر اللي عنده على الاسلام والمسلمين هي الارهاب والتدمير. وهذه باش نكونوا واضحين واحد الحاجه اللي باينه، لان الفكره اللي عند الغرب على المسلمين هي الارهاب. يعني انا نكبر شي اللحيه، نلبس واحد العبايه ونضرب واحد الشاشيه ونمشي عندهم، غادي يشوفوني كشي واحد باغي يفجر شي حاجه، وهذا الشيء الاعلام لعب فيه دور كبير. المهم روبن تلاقى مع داك الشيخ وبدا كيسولو بعض الاسئله عن الاسلام كما كان كيسول في الديانات الاخرى، ولكن الحاجه اللي لاحظوا اللي كانت مختلفه هي الاجوبه ما كانتش عباره عن اراء شخصيه. فمن كان كيسول شي سؤال كانوا كيجبدوا المصحف الكريم وكيوريوه الايات اللي كتجاوب على داك التساؤل ديالو. يعني ماشي هما شخصيا كانوا كيجاوبوه، وانما الاجابه كانت من كتاب الله سبحانه وتعالى. فروبن لاحظ شي حاجه سبيسيال ومميزه في هذا الدين. فشنو دار؟ دا معاه المصحف اللي كان مترجم من اللغه الانجليزيه للدار باش يزيد يكتشف الدين الاسلامي. فداز الايام وكمل البحث ديالو في الدين الاسلامي، حتى لواحد الليله جلس مع راسو وقال هذه هي الليله ديالي وهذه هي الليله المنشوده باش ندخل الاسلام. مازال خاصنا غير واحد الدفيعه صغيره، بحال كان في الحافه ديال واحد الجرف وكان خاصو شي واحد اللي يدفعو وينقص باش يامن بالدين الاسلامي. فحال ترجمو كان الليل وقال يا ربي هذه هي اللحظه اللي غادي ندخل فيها الاسلام. خاصنا غير شي اشاره بسيطه من عندك، ماشي حاجه كبيره، شي رعد يضرب في السماء ولا هذا الحيط يطيح، المهم شي حاجه تصرى. فبدا كيشوف في السماء وكيستنى الله سبحانه وتعالى يستجيب له للدعوه ديالو، ولكن حتى حاجه ما صرات. وقال لك حسيت بالاحباط وخيبه امل، لان هذه كانت الفرصه ديالي باش ندخل للدين الاسلامي. فحل المصحف مره اخرى باش يكمل فاش كان واصل، وتخيلوا معايا سبحان الله الايات اللي طاح فيهم في الاول هما الايات من 21 حتى 27 من سوره الروم، وغادي نسمعوا لهم دابا بصوت الشيخ ياسر الدوسري. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمن شاف هاد الآيات كيقول لك روبن بأنه تخطى وتخلع وكان خايف لأنه كان متكبر ومصر على واحد الإشارة طلبها من الله سبحانه وتعالى، بينما كلشي الإشارات كانت موجودة قدامه وكلشي داكشي اللي كان باغيه كان مذكور في هاد الآيات. يعني هاد الآيات كانوا بحال واحد الجواب اللي كان باغي واحد الإشارة من عند الله. المهم ديك الليلة ما بغاش يجي النعاس لأنه كان فريمون مصدوم بداكشي اللي صرا، حتى الغد ليه في الصباح فين ديسيدا صافي غادي يدخل الإسلام وغادي يولي مسلم. فمشى للجامع مع ديك 7 ولا 8 كانت صلاة العشاء باش يدير الشهادتان. فكيقول لك من دخلت لذاك المسجد تصدمت لانني تلاقيت اكثر من 1000 شخص لداخل، فقال مع راسو سبحان الله هاد الناس متشبتين بالدين ديالهم بزاف. المهم هذه كانت الليله الاولى ديال رمضان فين كلشي كيمشي يصلي التراويح، فدار الشهادتان واعلن الاسلام ديالو. فكيقول لك دوك المسلمين بداو كيقولوا تكبير الله اكبر وشي واحد يجاو عنده ودرعوه وبداو كيسلموا عليه، وكيقول لك عمره ما حسيت بواحد الكميه كبيره ديال المحبه حتى لذاك النهار. تخيلوا معايا هاد الشاب فات واحد الشخص كيشوف الاسلام كارهاب لواحد الشخص مسلم. فالحاجه اللي ممكن نستافدوا جميع من هاد ليستوار هي ما عمرك تحكم على شي حاجه حتى تدبر فيها مزيان وتعرف عليها اكثر. فمثلا هاد الشاب روبن كان كيشوف المسلمين كارهابيين واللي لابس جلابه وعنده اللحيه راه غادي يفجر شي حاجه لانها واحد الهضره سمحها في شي بلاصه بلا ما يفكر فيها ويقول علاش. فانت اللي راك كتشوف هذا الفيديو ديما دير دي ريفليكسيون وتاملات على داكشي اللي كتشوف ولا كيقولوا لك الناس باش ما تكونش غير مستهلك. والحاجه الزوجه اللي ممكن نستافدوها هي الحمد لله على نعمه الاسلام دائما وابدا. كانت هذه الاستوار ديالنا ديال اليوم، نتمنى انك تكون استمتعت. الى عجبتك ما تنساش تبارطاجها مع اصحابك ودير جيم وابوني باش هذا المحتوى يطلع للناس اخرين. وشكرا لك انت لانك تفرجت في هذا الفيديو. كان معكم محمد سنان والسلام عليكم.